ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. معاكم مروه من قناه هابي هوم. جالكم فيديو جديد ان شاء الله يعجبكم. فيديو النهارده نعمل مع بعض الكبده الاسكندراني زي بتاعه الشارع بالظبط، وتحدي وجربيها وقوليلي في الكومنتات ايه رايك، اذا كانت نفس الطعم ولا مختلف. تعالوا نبص كده على المقادير بسرعه. انا معايا كبده اسكندراني، ده نص كيلو، مقطعها صغير خالص. هوريكم كده بمعلقه صغيره. بصوا مقطعها صغيره ازاي، شايفين؟ صغيره جدا جدا جدا. كل ما كانت صغيره كل ما كانت افضل. عشان تطلعيها صغيره كده في التقطيع حطيها في الفريزر شويه تجمد كده شويه، مش تتلج جامد، لا تجمد كده وتمسك نفسها وتقدري انت تتحكمي فيها وتقطعيها بمنتهى السهوله بسكينه حاميه مش مشرشره. لو سكينه مشرشره هتلاقيها بتتهري معاكي وهتبقى مش لذيذه خالص. ومعايا ده فلفل حراق، دول قرنين، ومعايا فلفل بارد، ومعايا كزبره وكمون وفلفل اسود وتوم وليمون وملح، ومعايا خل ومعايا زيت. تمام، تيجوا كده بقى نشوف هنعمل ايه. جبت عندي بوله غويطه عشان اقلب براحتي واكون واخده راحتي. كل اللي انا هعمله هركن الفلفل على جنب، مش هستخدمه دلوقتي. هبتدي ان انا انزل الكبده كده عندي. الكبده دي بلدي، اي نوع كبده استخدميه اللي يريحك ويكون على قد ميزانيتك واللي شايفاه نضيف بالنسبه لك استخدميه. انا مش هقولك هاتي نوع معين، لا، اللي شايفاه على قد جيبك هاتيه، كله في الاخر يعني هيتاكل. بس طبعا اكيد البلدي طعمه بيفرق. هحط الثوم، دول تقريبا حوالي 5 فصوص توم. هحط الكزبره، هحط الكمون والفلفل الاسود. انا ما قلتلكوش مقادير للبهارات عشان على حسب ذوقك والكميه اللي انت عاملاها. طبعا هحط الملح، هيفضل معايا الليمون ده هخليه كده على جنب. تعالوا نفضي كده لنفسينا اهو. وهحط معايا خل، ده حوالي يعني ربع فنجان خل. وهحط زيت، طبعا هتستغربي زيت، هحط زيت. ليه بقى بحط الزيت معاها؟ عشان انا بحب انزلها مره واحده بتتبيلتها على طاسه سخنه جامد جدا، تاخد لها صدمه حلوه كده. ما اضطرش ان انا اسخن الزيت لوحده وياخد وقت وبعد كده اسخن انزل بالكبده. لا، انا بعملتها كده كتير قوي قوي، حسيت طعمها افضل يعني بمراحل لما بحطها في الزيت مره واحده. هسيبها كده يعني. بصوا هي الريحه اصلا فظيعه. الخل اولا بيديها طعم حلو قوي، بيديها يعني مزازه كده او لسعه لما بتنزل في الزيت بتبقى طعمها يتجنن. مع التوم، خل وتوم حاجه بقى ايه فظيعه يعني. هسيبها كده حوالي ساعه. ممكن تعمليها دلوقتي حالا وطعمها يطلع برده حلو، بس انا بحب اللحوم عموما اسيبها يعني ايه تاخد لها وقتها كده في التتبيله عشان احس بالطعم كله. هغطيها دلوقتي بستريتش واحطها في التلاجة واطلعها معاكم نعملها بعد ساعه ان شاء الله. بصوا حبايبي، انا حطيت طاسه اهي على النار وحاطه جنبي الكبده وحاطه الفلفل والفلفل الحراق والليمون. تمام، عشان هنبتدي كل حاجه تبقى جنبينا ونحط على طول ايه في الطاسه. اول ما الطاسه عندي تسخن كده حلو، انا عاوزاها بصوا تنزل تاخد صدمه حلوه جدا، يعني عاوزاها ايه ما تبقاش دافيه او كده. ان كل ما تاخد الكبده صدمه كل ما تحتفظ بالسوائل اللي جواها تفضل محبوسه وما تطلعش السوائل دي بره وتبقى عامله زي الكاوتش. انا عاوزاها تبقى من جوه طريه كده ومن بره مستويه واخده كده تحميصه حلوه من بره. هجرب كده في واحده ونشوف الاخبار ايه. لا لسه مش ده اللي انا عاوزاه. انا عاوزه اسمع صوت جامد وتبقى طرقعه كده. اعتقد كده تمام. هنزل بقى
بالكبده كلها. بسم الله. هو ده اللي انا عاوزاه. اهو انا حاطه دي جنبي كده عشان بحط عليها المعلقه عشان ما بهدلش البوتاجاز بتاعي. واديها ايه تقليبه كده سريعه. لو تاخدوا بالكم انا حاطه طاسه كبيره، انا بحب احط طاسات كبيره عشان بالذات في الحاجات اللي هي عاوزاها تاخد صدمه، عشان ما تبقاش الكبده فوق بعضها. لو خليتي الكبده كده فوق بعضها هتلاقي نفسك مش عارفه تقلبي، ومع بال ما الكل ياخد صدمه هتلاقيها نزلت ميه معاكي. شايفين هي لغايه دلوقتي ما نزلتش ميه خالص ازاي؟ كل ده اللي احنا حاطينه، التوابل والخل والزيت والكلام ده كله. انا هفضل بقى ايدي فيها كده على طول عشان ما تنزلش ميه. واول ما توصل للدرجه اللي انا هحط فيها الفلفل هرجع لكم. بصوا كده عندي الكبده كلها لونها غير، ما عنديش واحده مثلا لسه لونها فاتح او حاجه. هبتدي ان انا انزل بالفلفل البارد. ليه بقى مش هنزل بالحراق دلوقتي؟ عشان بعد ما يستوي شويه هشيل شويه البنوتي ونحط احنا بقى الحراق بقى بتاعنا. انا مش عاوزه الفلفل يستوي، انا عاوزاه بس مجرد ان هو ايه ياخد طعم الكبده مش اكتر يعني. لازم الفلفل يبقى فيه قرمشه. نسيت اقول لكم حاجه، الكبده ما بتتغسلش. عاوز تاكلي كبده هاتي من جزار مضمون، اما تجيبيها من اي جزار وتغسليها. انا بصراحه ما بقتنعش بالكلام دوت اللي بيقولك تغسليها بلبن واللي مش عارفه تغسليها بايه. انا كل الكلام ده مش بقتنع بيه. وعلى فكره اكبر الشيفات ما بيغسلوش الكبده، الكلام ده كله بصراحه انا ما بقتنعش فيه. اصلا الكبده يعني فايدتها في دمها يعني. انتي عايزه تاكلي كبده رايي تجيبيها من جزار نضيف، افضل من ان انتي تروحي تجيبي كبده وتغسليها ويبقى بتاكلي الياف ملهاش اي لازمه يعني. تمام. بصوا مفيش اي ميه او اي حاجه خالص اهو زي ما انتم شايفين، كبده محتفظه بميتها. انا هاخد بقى شويه كده على جنب، هو يعني معلقه بالظبط يعني اهو البنوتي. تمام. وهنزل بالفلفل الحراق. اديله بقى اديله هو ده الكلام بقى الصح يعني. هديله برضو تشويحه كده مع الكبده. الريحه بقى مش قادره اوصف لكم، جنان بجد جنان. واول ما خلاص احس ان الكبده بتاعتي خلاص كده بقت تطقطق كده طقطقه عاليه، هعمل ايه؟ هطفيها بالليمون. مزازه بقى وايه وحركات يعني. انا شايفاها كده وقتها مناسب ان انا ليمونه كبيره على العصاره. اوبا اديها تقليبه كده سريعه. انا مش هحط الا نص ليمونيه بس، حاسه الليمونيه تبقى كتيره وهتمززها قوي. انا مش عايزاها مزز، انا عاوزه طعم الليمون بس كده. تعالوا بقى نروح نعمل السندوتشات بتاعتنا. يلا بينا نقول بسم الله كده. وايه انا فاتحه الفينو اهو. ما تكتريش قوي على فكره في الرغيف. انت لو كلتي الكبده بصوا بره يعني، بصوا مليانه كل حته فيها بس مش محشيه قوي، لا تمام يعني شغاله. الكبده بره بيحطوا لنا اصلا لحسه يعني، واقل من لحسه كمان. فاهو ولما بتكون متقطعه صغير تحسوا كده طعمها سبحان الله بيبقى احلى. مش عارفه ايه السر، بس اكيد فيها سر يعني. اهو بصوا
مليانه عشان احنا عاملينها في البيت، بس في نفس الوقت مش محشيه كده متكدسه. انا عاوزاها اكني احساس ان انا اكني واكله من بره يعني. اهو عايزه اقرب لكم كده. عامله بقى معاها شويه طحينه، ايه لوز اللوز معاها يعني فظيعه. انا بقى شخصيا بحب احط على الساندوتش بتاعي كده من على الوش، يعني احط على الوش كده احط طحينه. مش بحط في كله عشان اللي حابب ياكلها كده معاها، او اللي حابب يغمس كده زي ما بنقول يحط الساندوتش كده في الطحينه. بس انا شخصيا بحب احط في الساندوتشات بتاعتي. اهو تعالوا نفتح ساندوتش كمان. لسه ما شاء الله في كبده، شوفوا ما شاء الله رمت معانا كتير يعني. بصوا لسه في تاني اهو. ولو انا كمان مش حاشياها حلو يعني تعمل اكتر من كده. وده نص كيلو. قولولي بقى الساندوتش ابو 2 جنيه ونص ده ايه ظروفه؟ بتاع مين بالظبط؟ اهو بجد فظيعه فظيعه ريحتها. بصوا عاوزه افترسها عاوزه افترسها بجد. ممكن تعمليها غدوه، ممكن تعمليها عشوه كده حلوه، زي ما انتي عاوزه. الكبده دي تمشي معاك كل حاجه يعني. اهو جربي الطريقه دي وهتدعي لي ان شاء الله. لو عندك ولاد بياكلوا الكبده من الشارع مش هياكلوها تاني بجد. اهو شايفين السندوتش عامل ازاي؟ انا لازم اكل الحته دي، هي جت لقضاها. واو فظيعه فظيعه فظيعه. عملت جنبها طحينه، قطعت طماطمايه بس كده اللي عاوز، وحطيت فلفل حراق تاني اللي عاوز برضو يزود، بس ما اعتقدش ان حد هيزود فلفل حراق لان طعمها فظيع. انا ممكن افترس ده والباقي يتحطوا يتاكلوا. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبك الطريقه بتاعتي متنسيش لايك، متستخسريش فيا اللايك، وباي باي.